أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمرا ملكيا ليكون يوم 11 من مارس من كل عام يوما خاصا بالعلم باسم يوم العلم. وأوضح الأمر الملكي أن تخصيص هذا اليوم يأتي انطلاقا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ المملكة منذ تأسيسها في عام 1139 للهجرة، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه المملكة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلى الحكمة والمكانة. وأضاف الأمر الملكي أنه على مدى نحو 3 قرون كان هذا العلم شاهدا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطن ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تنكس، وإيمانا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها، ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية. ولفت إلى أن يوم 27 من ذي الحجة عام 1355 للهجرة الموافق ل11 من مارس من عام 1937 ميلادي هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبد العزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم، يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء. لذلك سيكون 11 من مارس من كل عام يوما خاصا بالعلم السعودي، على أن يبلغ هذا الأمر الملكي للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.